السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم صابلي اقتصادي، صابلي بالزيت في نفس الوقت راقي تزيين تاع المخبز. تبعوا معايا الوصفة للأخير حتى تستفدوا أكثر. ما تنسوش جيم لا فيديو والاشتراك في القناة. نبدأ الوصفة على بركة الله. نبدأ دوك بالمقادير تاع الصابلي تاعنا تاع اليوم. عندي كاس زيت، كاس سكر غلاس، وكاس مايزينا، 2 حبات بيض، 2 مغارف صغار فانيلا، رشة الملح، الفرينة على حساب ما يحتاج العجين، نص مغرفة صغيرة خميرة. هادو واش نحقوا العجينة تاعنا تاع اليوم. هاد العجينة راح نخلطها في الخلاط. دوك نبدا معكم. علاه تاع الزيت مليح كي نخلطوها في الخلاط، ماشي كيما تاع الزبده، لان تحتاج الخلط بزاف، يعني اما في خلاط ولا باتور الكتريك، المهم تحتاج الخلط بزاف. والبيض والسكر هادو نجمعهم كامل، نزيد الفانيلا والملح، نجمعهم كامل في الخلاط. نعاود نرجع باش نزيد المايزينا الفرينه ونرجع لكم بعد ذلك. الخليط اللي تحصلت عليه هذا هو، هذا يعاونني. شوفوا القوام تاعو كيفاش، خاصة إذا كان عندنا بالزيت، يعني قاطو بالزيت من الأفضل نقوم بهذه الخطوة. واللي ما عندهاش دير بالطريقة العادية، لكن تاخذ منها الوقت بزاف. نبدا نزيد النواشف بالتدريج. نبدا الحاجة الأولى نزيدها، نزيد لا مايزينا. هاد المايزينا تعطيها شاشة لهاد الصابلي تاع اليوم. ندخل مليح المايزينا باش نبدا نزيد الفرينه. شوفوا الخليط يساعدني هكذا، بهذه الطريقه يساعدني خير. طبعا الخميره دوك نزيدها مع الفرينه. قلنا نصف ملعقه صغيره تاع خميره. حنا نحوس دائما الصابلي تاعنا يقعد شد الشكل تاعو، يعني ما يضيعش الشكل تاعو. الخميره هي اللي تضيع، اما الخميره واما العجن، بزاف هما اللي يضيعوا الشكل تاع الصابلي. وصفه اقتصاديه سهله. نقعد هكذا نزيد حتى نوصل للقوام اللي باش نحلو بالحلال. دوك يتقل نبدا نخلط بيدي. هذه الخطوه درتها معكم كم من مره باش ما يجيناش الفيديو طويل. نقعد نزيد حتى نوصل للقوام اللي نحتاجه. نجو درك لمرحله التشكيل. خلينا العجينه تاعنا ارتاحت، ولازم هاد العجينه لازم نغطوها. عجينه تاع الزيت يعني اللي تخدم بالزيت، صابلي تاع الزيت لازم نغطو العجينه سينو تنشف. يعني نجبدو غير بشويه، غير قيس ما نحتاج فقط. ونخدموها مثل اي صابلي عادي. هذا هذا المول تاع اليوم تاع اللي حنخدم به درك صابلي صغير. حنا نعتمدين في هذا الصابلي على العلو تاعو ماشي على الكبر تاعو. حنزينو كيما المخبز. حنا نعرفوا المخبز لازم يكون عالي. هذا واش راح ندير في الصابلي تاع اليوم. نعتذر نعاود لانني ما نحتاج السنينات هذوما، المفروض يكون بهذه الجهه.
هذا هو الصابلي تاعنا اللي نحتاجو، اللي حنشكلو اليوم على شكل مخبز، ولا نعطيلو ديكور تاع مخبز. واللي يتعلم يدير الصابلي بالزيت يجيه ساهل واقتصادي. هكذا نكمل كامل الحبيبات اللي عندي، نطيبهم في الفوغ 170 درجه حتى 180 درجه 12 دقيقه، ربع ساعه لا اكثر. نحب اون كولور دوغي بزاف. هكذا نديرو يطيب دركا، نعاود نرجع لكم كي يطيب. مرحله الاهم وهي المرحله تاع التزيين. بعد ما طاب الصابلي ديالي دوك نبدا نجمع فيه. نتوما واش حبيتو تجمعوه بالشوكولا، حبيتو بالمعجون شوكولا تارتيني. انا حندير صوص تاع الفراز، قلتها صوص تاع الفراز صنع منزلي. ان شاء الله في الايام القادمه ندير لكم فيديو عليها باش يكون لي هذا الصابلي باش يجيني كيما المخبز. حندير 3 حبات باسكو المخبز عالي، انا حبيته يكون عالي كيما المخبز. الشوكولا درتها جانبا دوب. هكذا ناخذ 3 حبات كل مره. وهنا لكم الاختيار واش ديروا في الوسط، تقولي حبيتوه معجون شوكولا تارتيني واش حبيتو، كريم كراميل تاني تجي مليحه تجي بنينه. الواجد الحاضر في عندكم، انا هذا هو الحاضر. حتى نكملهم كامل. قلت في نفس الوقت انا دايره الشوكولا البيضاء تذوب، تكون هذه تشدت، نحطها في الفريجيدير باش كي ندير الكلاصاج بالشوكولا يشد مليح كي تكون الحبه تاع الحلوى بارده. هكذا نعاود نرجع لكم المرحله الاخرى تاع التزيين. الشوكولا عفوا الشوكولا دابت. هنا عندي 200 غرام، درت لهم 2 مغارف زيت. عندي الحلوى تاعي خرجتها من الفريجيدير بردت شويه باش نبدا الكلاصاج. كلاصاج عادي مثل ما تعودنا، اي كلاصاج كان تاع الشوكولا هذه ولا الشوكولا السوداء. نتوما ديروا باش ما فين ديروا بالفرشيطه بهذه باش مش متعودين ديروا. المهم نأكد على الجوانب كامل يتغطى. هكذا حبط كامل زايد. شوفوا جات عاليه كيما المخبز سوا. وجدت سنيوه درت فيها البلاستيك باش ما تلصقليش ونخليها تجمد. نزيد معاكم حبه الشوكولا دائما راهي سوغ بماء. واللي حبت ما ديرش الشوكولا دير كلاصاج اللي نديرهم نخبز دير كلاصاج ثاني تيجي شباب. يعني اللي حبيت تبدل دير كلاصاج عادي. بسم الله. هكذا حتى نكمل كامل الحبات ونرجعوا للتزيين الاضافي. كلاصيت الحبات تاعي خليتهم ينشفوا، خليتو ينشف الشوكولا تاعهم. هذه المرحله تاع التزيين المرحله الثانيه. عفوا ان شاء الله الصوره يتبان مليح. هذه نعمرها بالشوكولا، خلطت مليح الشوكولا لانها جمدت. بالمغرف صغيره ولا بالبوشادوي نوزع هاد الشوكولا اللي هنا. هذا جزء يعني لا ديكوراسيون، ماشي كامل هذه ديكوراسيون. هذه ومازالت اشياء اخرى على هذيك اللي قلنا صابلي تاعنا ديكور مخبز. ومن بعد ما يدوش وقت تمتم نحطهم في الفريجيدير تمتم ياخذوا الشكل، يجمدوا ياخذوا الشكل.
نعاود نرجع للتزيين اللي حيكون تزيين نهائي. يعني هادو نسخهم في الحبيبات ونزيدوا لهم ديكور خفيف، ومن بعد نعاودوا نرجعوا نكملوا البقيه. المرحله الاخرى يعني خرجت هذوك الشوكولا، هذيك الاشكال تاع الشوكولا درت لها البغيون دوغي ونلصقهم بالوحده. نلصقوهم غير بشويه خاطر يتكسروا رهاف بزاف. بينسو رقيق نديروا الشوكولا، ولا ما عندكم الشوكولا ديروا اي حاجه متعودين تلصقوا بها. ان شاء الله واضحه. زيد نعاود معكم وحده نكملهم كامل هادوما، ونعاودوا ننتقل للمرحله الاخيره تاع التزيين. قلنا صابلي بالتزيين مخبز يعني ياخذ التزيين. نعاود نولي لكم باش نديروا التزيين النهائي. دوك التزيين ناخذ هذا المول الصغير نضغط مليح، ناخذ هاد لاكول اليمونتير اللي خدمتها في الدار. تبعوا معايا. نزيد واحده اخرى غوز. دوك هنا نحاول ندير لها في الوسط عقاشه، هنا نحاول ندير لها عقاشه في الوسط. تبعوا برك معايا بالتفصيل. وهاد الوريدات ولا هاد التزيين كل واحد كيفاش يعني كل واحد كيفاش يشوف الجماليه تاع الحلوه تاعو، يعني يبقى الديكور ابداع. نضغط كيف ندير لها شويه لاكول اليمونتير باش تلصق. نحاول في الوسط ندير لها عقاشه. والاخير ندير لها ورقه، بيان سور ندير لها ورقه. ناخذ هذا الشكل تاع الورقه ولا اي شكل تاع ورقه عندكم، يعني هذه مع هذه تختلف. نحاول نسننها باش نعطيها الشكل تاع ورقه. وكاين من تكون ورقه كامله. انا عندي ورقه بالشكل تاعها لكن تبان لي شويه كبيره بالنسبه لهاد الحلوه، لان الحلوه تاعنا صغيره. كيف ندير لها شويه كول اليمونتير، ندير لها هنايا، نحاول نديرها تحت الورده هكذا. هذا هو الشكل النهائي تاعها. دوك نكمل كامل الوريدات نعاود نرجع لكم. هذا هو الشكل النهائي تاع الصابلي تاع اليوم. نعاود ناكد الصابلي تاع الزيت عطينا له الشكل مخبز. ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش تجامل الفيديو والاشتراك في القناه.